منطقي لما يبقى يتيم وأمي ويبقى سيد العالمين، منطقي الحساد هتكتب والعدا والكارهين، واللي هيقول لك ده شاعر، واللي هيقول لك ده ساحر، واللي هيقول لك ده كافر، واللي يكتب واللي يرسم واللي يكذب واللي يشتم. منطقي هي غيرة زي غيرة الوليد بن المغيرة. مش كان هيسلم بس حاجة في نفسه حكت، كبره خلى نفسه شكت. اصل ده الكبر ده اكبر خطر، بس يعني الجنة تعمر وحدها، حبة في الجنة ونعيمها وحبة في سقر. ومنطقي لما يبقوا المسلمين حالهم كده تطلع ضوافر للعدا. منطقي لما يبقوا المسلمين حالهم كده تطلع ضوافر للعدا. ما دمت مش زارع بايدك غلتك والجوع جرس على معدتك فزلتك، ما دمت متشتت وتايه في الكلام، فين الودان اللي هتسمع كلمتك؟ ومنين يجيلك وش تغضب ولا تحمج ولا ترفع شكوتك؟ هم مش قاصدين يهينوا المصطفى بحبة صور. هم عارفين ان سيدنا النبي سيد البشر. هم قاصدينك وقاصديني وقاصدين كل جيلنا، وطول ما نتشتت ونتفرج وبندار الحجايج لسه ياما راح يجيلنا. اما سيدنا النبي ربه كفيه، هو خلقه مصطفيه. لو كانوا حضروه كانوا عرفوا يرسموه، لو كانوا حضروه كانوا عرفوا يرسموه، كانوا حيسموه بعدله وبسماحته وبهدوءه. كانوا شافوا ان الصحابة بتلحق المية اللي نازلة من وضوءه. احنا ما رسمناش نبينا في العيون، احنا فهمناهم ان الدين بتاعنا لا فيه ادب ولا فيه عمل ولا فيه فنون. اتلهينا فاحنا كنا ونمنا في اللي راح يكون. بس احنا فوقنا بجد، اسفين لك وراجعين لك. شعبك نشيط طاهر وصافي وتقي، زيك يا سيدنا المصطفى يا ابو قلب طاهر نقي. اما اللي وكلاهم غيرتهم فده منطقي.